تعالوا النهاردة بقى هنعمل أكلة جميلة جدا كل المصريين بيحبوها، وخصوصا بعد رمضان. ماشي، يتغدوا عليها. عارفين ايه هي؟ اللي هو في الكيس دي عبارة عن اللي هي الفسيخ. تعالوا بقى اقول لكم هيتعمل ازاي، وبالهنا والشفا ان شاء الله، وتوفقوا في عمله. اول حاجه طبعا بجيبه كده بغسله بس على اللي هو اللي معمول الرسل تحت كده. ماشي، بعد كده نمسك البتاع من عند الخشاش كده هي كده ونغسلها اهو كده اهو كده، عشان دي تبقى فيها بيضة من دي كده، وهي دي بتبقى مش نضيفة اهي كده اهو. ماشي اهي. وبعدين هقول لكم بقى بعد كده هعمل ايه. بعدين بحطه في مصفى زي دي كده. ماشي، وراسه لتحت كده اهو، يعني راسه تبقى كلها لتحت كده عشان لو فيها ميه تتصفى. ماشي، اول حاجه بمسك السمكه واروح جايه مسحها كده من اخواتنا من عند الديل الاول كده، هنشفها خالص كده اهو. وبعدين اجي من عند الراس وبردك انشفها خالص كده اهو. ماشي كده اهو، بتك عليها اول من عند الراس كده عشان لو فيها ميه ولا حاجه مطرح ما غسلتها ما تنشف. ماشي كده اهو خلاص. وبعد كده باخد السمكه واروح جايه احطها في كيس كده اهو، في كيس كده. احط بقى كل كام سمكه كده في كيس عشان احطهم في الشمس شويه. ماشي، وما اخلص الكميه كلها هوريها لكم. وهو بعد ما خلصت كله حطيته في الكيس اهي كله في الكيس. ماشي، وبعد كده بقى هحطه في الشمس شويه خلاص. وبعد كده بقى اقول لكم ازاي يتملح. جايه كمان حاطه في كيس تاني مش حاجه تقف عليه اهو، من العكس من عند الحته اللي كنت ربطها من اللي فات، ادخله بقى في الكيس ده كده. ماشي، واكمل برضه بعد ما حطيته في الكيس التاني كده اهو اهو. يعني حطيته في كيسين طبعا، مره ربطته كده واللي التاني انا عملته بالعكس. ماشي، وهحطه بقى في الشمس بقى. اول حاجه طبعا بحط الملح كده لغايه ما يتخشن. ماشي اهو. وبعدين بحط كركم اللي هو بيبقى لونه اصفر. بعد ما حطيت الملح بحط كركم اهو، كركم ده ماشي. وبعد كده بقى بحط شطه اللي هي الهريسه اللي انا عاملاها قلت لكم عليها قبل كده، ودخلت الرابط بتاعي اللي تحت هتشوفوها شوف طريقتها ازاي اهي كده. ماشي، وبعدين بقلب كله على بعضيه اهو، كله بقى على بعضيه كده اهو، شايفين اهو. دي طبعا انضف من الشطه اللي هي الناشفه، الله اعلم دي حاجه واقفه عليها مش نظيفه فيها تراب، لكن دي طبعا معموله في الايد ونظيفه، مغسول في الشطه بتاعتها ومعموله في مطحونه حلو او مفرومه حلو خلاص. وبعد كده بقى هنبدا نحشي السمك. ماشي، اول حاجه بنشف السمكه كده كلها كده الميه هي لو فيها ميه، انا منشفينها قبل كده بس برضك ده في التاكيد من عند الخشيش ديت او الخياشيم برضك بننشفها كده اهي كده. ولو فيها دم ولا حاجه بنمسحه اهو كده اهو كده، ندخلها جوه كده اهو كده اهي كده اهوت ونمسحها خلاص كده اهو. نتك عليها عشان لو فيها ميه ولا فيها حاجه بننشفها خلاص. وبعد كده بنعمل السمك كله بنفس الطريقه خلاص. ونبدا بقى عشان نحشيه ونخلله، وهقول لكم ازاي. اول حاجه الخلطه اللي احنا عملناها ديت بقى كده اخوات، اللي هو شطه وكركم وملح خشن. نروح جايبين اول حاجه طبقه كده ونصفي في الاول كده رش كده زي الرش كده اهي كده. ماشي،
اهي، عشان يبقى ايه تحت السمك طبقة ايه بطانة من الملح والكركم والشطة. ماشي اهو اهو خلاص. وبعد كده بقى نمسك كل سمكة كده اهوت من ديت ونحشيها بقى. اهم حاجة نفتح من الخياشيم دي كده ونملاها كده اهو اهي كده، نملاها بقى على قد ما نقدر ونلبسها جامد، نلبسها جامد كده اهو اهي. شايفين اهي كده ماشي اهي. من الناحية التانية بردك كده اهو كده اهي كده اهو اهي اهي كده اهي اهي. شايفين اهي كده كده اهو خلاص كده اهو لغاية ما تتملى خالص. ماشي. وبعد كده بقى ايه هنرصه في الصينية بالطول كده كده اهو، ونرصه وبعدين نرص التانية جنبيها عكسها، يعني كل واحدة عكس التانية كده 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 خلاص. وبعد كده هنرش عليه بردك شوية ملح من الخلطة دهيت ونرص الطبق التاني وهقوله لكم ازاي. ادي اول صف اهو حطيناه بالطريقة دي. شايفين اهو اهو، والسمكة عكس بعض، يعني الراس هنا وبعدين جنبها السمكة التانية الديل اهي، وهكذا وادي الراس وهكذا، كل واحدة عكس بعضيها بنفس الطريقة. بعد كده هنروح جايين رشين عليها شوية شطة بردك، الملح والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كده، مش كتير عشان ما يبقاش حادق قوي اهو اهو كده خلاص اهو كده ماشي. وبعد كده هنحط الطبقة التانية ماشي اهو بالطريقة دي. هوريكم. ودي الطبقة التانية اللي هي حطيتها اهيت ماشي بعد الطبقة الأولانية خلاص اهي. وهجيب بقى في الآخر هروح جايبة شوية من الحشوة اللي أنا عاملاها أو من اللي هو الخليط اللي أنا عاملاه وأرشه فوق الوش كده اهو كده، مش كتير ماشي عشان بس ايه ما يبقاش حادق خلاص. وبعد كده بجيب الورق اللي هو البلاستيك ده الشفاف ده اهو ده، وبعدين هغطيه بقى كذا طبقة اهو، طبقة الف بيها كده، الف بيها وهوريها لكم ماشي. كل طبقة معملها هوريها لكم. بعد كده بقى بحط عليه طبقة البلاستيك ديت اللي هي دي بكرة البلاستيك اهي 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 ماشي اهي، اخرها هي اهي اهي من هنا ماشي. وبحبكها طبعا خالص كده بحيث ما تبقاش ايه في هوا خالص اهو كده ماشي. ومن الناحية التانية برضه كده اهي كده اهو ماشي خلاص. بعدين بقصها بقى طبعا كده اهي اهي كده اهي كده كده اهي كده اهي كده بقى ايه اهي خلاص كده. مقصتي كده اهوت كده اهي، بحبكها بقى كده ماشي للاخر كده اهو، بشدها برضه ماشي. وهو بقى كده اهوت بعد ما لفيته كذا مره اهو باللاستيك اللي هو الشفاف ده ماشي، بالعرض كده وبالطول وبالعرض كذا مره، طبقات تخينه بحيث انها ايه ما تدخلوش هوا خالص ويبقى حابك ماشي، مقفول خالص بقى كده، ولا تقف عليه حاجه ولا هوا يخش له ولا اي حاجه خالص ماشي. وطبعا كنت بلفه داير ما يدور يعني كده، ومن الظهر كمان كده اهو من تحت كمان ماشي، وكده اهو من هنا تحت بردك ملفوف يعني كده الورق كده اهو كده، وبعدين كده كده اهو كده كده ماشي. وكذا طبق بقى بحيث في الاخر يبقى بنفس المنظر ده اهو. وان شاء الله بقى ايه على ايد كده نفتحه ويبقى ايه نسوه هيبقى زي الفل ان شاء الله، وبالهنا والشفاء اللي هياكله. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، وان شاء الله بمناسبه العيد الفطر ان شاء الله باذن الله. وأوضع عليكم الايام بخير ان شاء الله. ماشي ماشي يلا. بعد كده بقى بحطه في اكياس كذا كيس كده فوق بعض
زي اول كيس كده بروح جايه ربطها بالطريقه دي كده اهو، وعامله اول كده عشان ميبقاش فيه هوا كده اهو. ماشي كده اهو خلاص. وبعد كده بجيب كيس تاني ماشي، وبرضك كيس تاني اهو كده برضه كده اهو برضه جوه خالص كده ماشي. وبرضك واروح جايه ربطاه بربطه في كيس كمان تاني اهو، بربطه برضه كده كده بنفس الطريقه دي ماشي كده اهوت. واتك برضك عليه جامد خلاص. وبعد كده بقى اشيله في مكان مغلق ماشي، في اي ظرف نيش بتاع سيرفيز، اي مكتبه تحت الظرف اللي تحت دي، وعشان ما يبقاش فيه هوا ولا فيه اي حاجه، تبقى طبعا مكان مغلق ماشي، او ضلمه كمان ماشي. وان شاء الله نفتح عليه بعد كده بعد اسبوعين كده على العيد ان شاء الله، وبالهنا والشفا.